عموما كل ده هري ومحدش بيخس بالهبل اللي انت قلتيه ده. كنت قولي من الاول ان انت اخدتي ابر التنحيف. ده كومنت جالي على اخر فيديو نزلته، ازاي خسيت 18 كيلو. انا هرد عليكي، بس عايزه اقولك حاجه الاول، ان انا والله العظيم ابدا ابدا مش زعلانه منك، بس انا عتبانه عليكي بصراحه. اول حاجه عشان انت ما احسنتيش الظن بيا وفكرتي ان كل كلامي كذب لمجرد ان انت ما عداش عليكي الموضوع ده قبل كده، او ما شفتيش حد خس 18 كيلو من غير ابر التنحيف او من غير عمليه قبل كده، مع ان انا مش مضطره اكذب. وتاني حاجه هعتب عليكي فيها ان انت مش عامله لي انفولو. ازاي قدرتي تتفرجي على حد 25 دقيقه، الفيديو كان 25 دقيقه، وانت شايفاه بني ادم كذاب؟ والله العظيم انا بكلمك بجد، لو انت شايفاني انسانه كذابه لدرجه ان انا اخون ثقتكم فيا واكذب في موضوع حساس زي ده ممكن ياثر على اي حد بيتفرج على الفيديو، فلو انت شايفاني شخص ينفع يعمل كل ده ارجوكي اعملي لي انفولو. انا عايزه ارد عشان اي حد كان بيتفرج على الفيديو بتاعي واقتنع واطمن ان هو يقدر يخس عن طريق الدايت والرياضه ما يجيش كومنت زي ده او كومنت ثانيه تخليه يفقد الثقه دي في نفسه، او يفكر مجرد تفكير انه الكلام ده مش حقيقي ومستحيل يحصل له. عشان اسراء اللي بتتكلم في الفيديو دي اكيد بتكذب، اكيد واخده ابر، فانا عشان اخس برضه هاخد ابر. وارجع واقول انا مش ضد الابر خالص، مش ضد عمليات التكميم، كل حد يعمل الحاجه المناسبه ليه. انا كل اللي بقوله انه في ناس حالتها الصحيه ما تسمحش ياخدوا ابر التنحيف، ما تسمحش يعملوا عمليات تكميم، في ناس حالتها الماديه ما تسمح لهاش ياخدوا الابر دي. يا جماعه الابر والعمليات مش رخيصه، فلو في حد كان بيتفرج على الفيديو بتاعي واقتنع ان هو مش محتاج كم الفلوس الهائل ده عشان يخس وقرا كومنت زي ده، اكيد عزيمته وارادته هتضعف. فانا هرد على كل الكومنتس السلبيه عشانكم انتوا، عشان اي حد محتاج الطاقه دي وان هو يصدق كده ويقتنع كده ان هو يقدر يعمل كل حاجه من دون ابر ومن دون عمليات لو هو مش عايز يعملهم او ببساطه مش في مقدرته يعملهم. فللاشخاص دي انا والله ما اخدتش ابر تنحيف. لو اكتر من كده مش مصدقيني، لا بجد بجد ما تتفرجوش عليا. فاتمنى لاي حد كان قلقان يطمن دلوقتي ويدخل على طول على الشغل، على طول على ان احنا نحاول ناكل اكل صحي، نحاول ان احنا نتحرك اكتر. وصدقوني انا مؤمنه انه مفيش اي هدف صعب سواء تخسيس او سواء غيره. طيب طلبتوا مني كتير قوي الفيديو اللي فات ان انا اقول لكم يومي بيمشي ازاي، باكل الصبح الظهر بالليل، يعني اعمل لكم مثال كامل كده عن يومي. فالنهارده هوريكم انا باكل ايه، بس خليكم في دماغكم برضو انا طولي مختلف، وزني مختلف، هدفي مختلف. دلوقتي انا بس بحافظ ان انا امشي على نظام حياه صحي مع الحفاظ على الوزن اللي انا وصلت له. فخلونا نبدا بوجبه الفطار. انا الصراحه فطرت من غيركم، مش هكذب عليكم، انا فطرت انا جعانه بجد، بصحى من النوم جعانه. فطرت الفطار اللي بفطره 5 ايام في الاسبوع تقريبا، او 6 ايام او 7 ايام، ممكن افطره الاسبوع كله عادي. جماعه انا ما كنتش كده بجد، انا اكتر شخص كنت بحب انوع في الاكل. لو النهارده فطرت فول بكره افطر بيض، بعده افطر جبنه كده، لغايه لما دخلت في موضوع خساره الوزن. والبيض كان بيشبعني قوي، البيض كان بيشبعني قوي. جماعه عايزه اقول لكم كل شخص بيختلف عن التاني هو بيشبع من ايه. يعني انا مثلا بشبع من البيض قوي، لو فطرت فول مش بشبع خالص، مع انه الفول المفروض ان هو بيشبع، بس انا جسمي ما بيشبعش الصراحه من الفول، انا مش عارفه ليه، مش عارفه. فاللي عايزه اقوله لكم انه الموضوع هياخد منكم تجربه. افطروا النهارده بيض، شوفوا هيشبعكم ولا لا. ما شبعكوش بكره جربوا فول، بعده جربوا جبنه قريش، شوفوا ايه اكتر حاجه بتخليكم شبعانين جسديا من بطنكم يعني، وشبعانين نفسيا. في اكل كده بيشبع نفسيا، اللي هو لما تاكلوه تحسوا ان انتوا انا الاكل ده ملا بطني وملا روحي كده. فهو ده الاكل اللي انتوا تدوروا عليه، مش شرط يكون بيض. بس معلومه مؤكده، البيض من احسن انواع الفطار اللي ممكن تتفطر لو انتوا عايزين تخسروا وزن، عشان بيخلي الواحد شبعان طول اليوم. مش طول اليوم قوي يعني، ما يخليه شبعان 4-5 ساعات الصراحه، حلو كده. فانا فطرت الصراحه النهارده من غيركم، بس صورت لكم كل حاجه. فطرت بيضتين مسلوقين، وهو ده بقى اللي انا بكلمكم فيه. لما نيجي نعمل اكل دايت ندلعه، عاملوه معامله الفرايد تشيكن لما بتجيبوها وتبقوا عايزين تحطوا عليها بقى كاتشب ومايونيز وجبنه واضافه كول سلو والحاجات دي، هتحبوها. فانا بعمل ايه؟ بغرق البيض توابل. البيض كبيض، مش عايزين نكدب على بعض يا جماعه، بس هو يعني مش ألذ حاجه. يعني مين بيحب ياكل بيضه مسلوقه كده؟ لا، يقطمها كده. لو بتحب البيض المسلوق كده بجد، بس انا لا بعمل ايه بقى؟ بحط فلفل اسود، شطه، كمون وملح. ممكن تحسوا ان كميه البهارات كتير، بس والله يا جماعه بتخلي طعمه خطير. انا اشتهيته دلوقتي، عايزه اكله تاني، ممكن اتغداه عادي. وعملت ايه بقى؟ حطيت 10 جرام طحينه. الكائن ده هيبقى هو صاحبكم في الدايت.
في ناس ما بتحبش توزن عشان ما تخافش من الاكل وكده، انا فاهمه والله العظيم، متفهمه جدا، بس عايزه اقول لكم نصيحه، عمرنا ما هنعرف احنا بناكل ايه لو ما وزناهوش، لان احنا بعينينا كده ممكن نحس ان ال10 جرام دول قد كده، والله العظيم هم 10 جرام يا حرام، دول معلقه، بس احنا حاسينهم ان هم قد كده، فنكون ضاغطين على نفسنا وبناكل اكل صحي وعاملين دايت وملتزمين وما نلاقيش الميزان بيقل، مش الميزان ده، الميزان اللي هو الكبير، ميزان الوزن، فده ممكن يعمل لنا احباط. وفي رحله خساره الوزن اكتر حاجه محتاجين نبعد عنها هي الاحباط، لان الرحله دي عايزه حد نفسه طويل قوي يفضل مكمل لحد الاخر، اللي هيكسب هو اللي هيكمل لحد الاخر، فمعلش نوزن شويه الاكل لحد ما نتعود على احجام الاكل عامله ازاي. يعني انا في الاول كنت لازم اوزن كل حاجه والصوص و10 جرام بالظبط، بس دلوقتي بقيت عارفه 10 جرام يعني ايه، بقيت عارفه ان انا مثلا اعدي الصوص كام مره كده دول 10 جرام، او مثلا الرز كنت بحط برده لازم اوزن 120 جرام او 100 جرام او كده، دلوقتي بقيت عارفه انه كبشتين تقريبا هما 100 جرام. فمعلش في الاول هنجيب ميزان سعره مش غالي خالص، متوفر في كل حته، هيفضل جنبنا في المطبخ، وهنوزن بيه كل حاجه سعراتها عاليه. مش هتوزني خيار، مش هتوزني طماطم، خس، اكيد مش هتوزني بيضه، تعملي بالواحده، يعني حاجات كتير قوي انا بقول لك ما توزنيهاش. بس مثلا طحينه، يعني سوري لو انا جيت احط طحينه كده واتدلقت مني شويه 300 كالوري، طب انا ال 300 كالوري دول عايزه اكل بيهم حاجه تانية، فبنخلي الدايت يشتغل عندنا مش احنا اللي نشتغل عنده. الطحينه دي فيها سعرات، هاخد منها قليل وهوزنه عشان بعد كده اكل حاجه تانية انا بحبها، فاهمين؟ بس مش من ناحيه الحرمان او من ناحيه انه لازم بالسنتوفه وبالحنتوفه، لا مش سنتوفه وحنتوفه، عادي. مثلا انا باخد 10 جرام طحينه كل يوم كده كده 10 جرام، النهارده وانا بصب اتعملوا 11 جرام، مصيبه بقى، مش هاكل البيض ده، ارموا البيض، لا طبعا 10 جرام 11 جرام مش هتفرق. هي دي بقى الحسوكه اللي انتوا بتعملوها دي اللي بتخلينا نكره الدايت. انا عايزه اعمل شعار لا للحسوكه، مش عايزه حد مثلا لازم اكل تنتوفه زيت على نقطه سمنه على، ماشي انا فاهمه والله وده حلو، وانا اصلا اللي بقول لكم اوزنوا كل حاجه عندكم بس بالراحه. انتوا حطيتوا مثلا معلقه جت معلقه ونقطه، عادي عدوا عشان ما تحسوش انه الموضوع خنيق عشان هو مطول، اوكي حلو. بعد كده عشان بكره بياض البيض، بكرهه، محدش يكلمني في بياض البيض ده، مع انه هو افيد من الصفار بس ابدا بكرهه برضه. فبعمل ايه؟ بهرسه هرس والله العظيم لغايه لما البيضه ما يبلهاش صاحب، يعني ما تبانش انه دي بيض، ممكن تفكروه مثلا مربى حاجه زي كده، مش هتعرفوا انه ده بيض، انا متاكده. بعد ما بهرسه كويس دوقوا بقى طعم البيض هيطلع عامل ازاي، والله خطير. انا واقعه في حبه، واقعه في غرام البيض الصراحه. باكل جنبه ايه؟ انا باكل جنبه ربع رغيف، وده بيشبعني، مش بحس ان هو قليل خالص خالص خالص. انا في الاول كنت باكل نص رغيف وكنت ببقى عايزه اكمل الرغيف، يعني اصلا ربع رغيف دي انا وصلت لها بعد تعب، بعد مشوار. فلو حاسين ان انتوا دلوقتي مش عايزين تبداوا بربع رغيف او ده قليل، فهماكوا جدا، ممكن نبدا بنص، وبعد كده بعد اسبوع 2 تقللوا الربع رغيف، هتلاقوا الموضوع احسن بكتير، خاصه لو انتوا دلوقتي بتاكلوا رغيف او اكتر. فنص رغيف ده بالنسبه لكم هيبقى تقدم فظيع، مش لازم تحرموا نفسكم فجاه وتصدموا الجسم، اللي هو فجاه انتوا متعشين بيتزا وتصحوا تفطروه ربع رغيف، ما تصدموش جسمكم. انا بفطر ربع رغيف عشان انا متعوده على كده بقالي 6 شهور ماشيه على النظام ده، مش فجاه والله العظيم. انا كنت باكل نص رغيف وما بشبعش عادي. ليه بفضل اقول على كل الحاجات العادي؟ عشان لو حد فيكم حس ان هو بيعمل حاجه معينه وحاسس ان هو بس اللي فاشل مثلا، هو بس اللي جعان، هو بس اللي مثلا معدته كبيره ولا حاجه، والله العظيم ابدا، والله العظيم كلنا نفس المعاناه، كلنا نفس التفكير، احنا بشر وبنتغذى على الطعام، فهنحب الطعام عادي عادي. يعني ما تحسسوش نفسكم انه ايه ده انا بحب الاكل، عشان كنت بعمل كده مع نفسي. انا ليه بحب الاكل؟ هو انا مفجوعه؟ هو انا طفسه؟ والله العظيم كنت بحط على نفسي كده صفات، عيب والله اعمل مع نفسي كده، عيب يعني. ليه كنت بعمل مع نفسي كده؟ مش عارفه. ما بقتش بقى بعمل مع نفسي كده عادي. مثلا النهارده عايزه اكل اكتر، جعانه، اكيد بذلت مجهود زياده امبارح، اكيد هبذل مجهود زياده بكره، فانا جسمي عارف فجعان، عادي بورر لنفسي عادي، بس في الحدود، مش بستهبل قوي، ومش كل يوم، عشان مش كل يوم جسمكم هيبقى جعان زي اليوم اللي قبليه، ممكن ساعات تبقوا جعانين اكتر من ايام تانية، وده عادي. طبق الخيار ده مش لوحدي والله العظيم يا جماعه، وكل كميه الزيتون دي مش لوحدي، انا ويحيى بناكلها. ويحيى كان بياكل 3 بيضات على فكره، يحيى عشان هو اطول مني وهو راجل وكده بياكل 3 بيضات، انا باكل بيضتين بس. بعد الفطار بتقريبا 3 ساعات كده بشرب واحد من مشروباتي المفضله وهو لاتيه. معلش يا جماعه انا شاربه نصه، اصل انا بتحمس اول لما بشوفه، بتحمس قوي. القهوه بقيت بحبها مؤخرا، بس المهم انه اللاتيه بالنسبه لي ده بخليه زي مكافاه ليا. بعد الفطار قعدت ساعه 2 3 حسيت كده انه اول حاجه هضمت اللي في بطني، انا دلوقتي مش تقلانه، مش لسه واكله اكل كتير، فانا دلوقتي بدا الجوع ايه يدخل عليا، بدا الجوع
يخبط. انا مش عايزه هنا الجوع يخبط لانه لسه فطرانه، يعني مش عايزه اتغدى بعدها ب3 ساعات. اهدي عليا يا بطني شويه. فعلى طول بقول لها اهدي اتفضلي. بديها كوبايه لاتيه. دلوقتي انا عاملاه بلبن عادي. عارفه ان انتوا هتستغربوا بس انا بشرب لبن مش خالي الدسم، مش نص دسم، بشربه كامل الدسم. جربت الانواع التانية ومش بتديني نفس الاستمتاع اللي اللبن كامل الدسم بيديهوني، فاخترت اللبن كامل الدسم عادي جدا. سعراته اكتر من سعرات اللبن الخالي او النص دسم بشويه قليلين قوي، بجد مش هتحسوا بيهم لو بتحبوا اللبن كامل الدسم. وبستمتع بيه وببسط بيه كل يوم وبستناه. عايزه اقول لكم انه متخيلين ان انا بستنى اشرب حاجه، فده بيخليني مش بفكر في انواع اكل تانية. مش بقعد افكر انا لسه فطرانه اكل ايه كمان شويه، اكل شيبس، اكل كيك، اكل بسكوت. لا مش بفكر خالص لان انا مستنيه المشروب ده. فلو اللبن كامل الدسم هيخليني اشربه واستمتع بيه وهو اصلا حاجه مش مضره هشرب. وبحط عليه اسبريسو او تقدروا تحطوا عليه نسكافيه مثلا او اللي هي قهوه سريعه التحضير لو بتحبوه. بس انا النهارده بوريكم مثال ليومي انا بيمشي ازاي. ودلوقتي هنعمل مع بعض الغدا وانا بكمل رد على الكومنتس السلبيه اللي جات لي على الفيديو اللي فات. بالرغم انه تقريبا 99% من الكومنتس كانت كلها كومنتس ايجابيه، وناس كتير بتقولي انه محدش اتكلم عن الدايت بالطريقه دي قبل كده، وانه دي اول مره نسمع الكلام ده، والكلام ده هو اللي شجعنا وكنا بنكره جسمنا ودلوقتي حبيناه. بجد يا جماعه مش عارفه اشكركم ازاي والله العظيم. اي كومنت بيحسسني ان انا عملت فرق 1%، ربع في المية، بحس بسعاده لا توصف والله العظيم. بجد فعلا احنا مخلوقين عشان نساعد بعض، نفيد بعض، وندي الناس خبراتنا وناخد منهم خبراتهم. فلما بنعمل الحاجه دي اللي اصلا ربنا بيؤجرنا وبيدينا حسنات عليها، ما تتخيلوش كم السعاده اللي بتدخل في قلب الشخص اللي بيعمل كده. بجد لو انا فدتكم حتى في حاجه، كلامكم ده بيفرحني وبيخليني احس بمشاعر ايجابيه عظيمه. بس انا دلوقتي هرد على الكومنتس السلبيه عشان زي ما قلنا ما تخلوهاش هي سبب ليكم انها توقفكم وتمنعكم عن ان انتوا توصلوا لهدفكم، لانه في يوم من الايام انتوا برضو هتخسوا وبرضو هتلاقوا الكومنتس دي جايه لكم. فانا دلوقتي بقول لكم عشان الكومنتس دي ما تمنعكوش من الوصول للحاجه اللي انتوا عايزينها. كومنت جالي كتير قوي الصراحه وهو ان انا شكلي احلى قبل ما اخس. بغض النظر انه لا شكرا والله العظيم شكرا. طب انا عايزه اقول لكم انه ده كومنت ايجابي بالنسبه لي، عشان انا ساعات بحس ان انا كان شكلي بصراحه مش عاجبني وانا اتخن. فكلامكم ده بيريحني والله العظيم انا مش حاساه سلبي، بس انا حاساه ممكن يوقف حد عايز يخس عن ان هو يخس. فعشان كده انا عايزه ارد عليه. الجمال نسبي مختلف. ممكن انا اشوف حد جميل جدا، ممكن حد تاني يشوفه مش جميل. فلو فضلنا ندور عن ايه الترندز في الجمال، هل دلوقتي مثلا الموضه الجسم الرفيع فخلاص انا عايزه اخس ويبقى جسمي رفيع جدا وما اكلش واحرم نفسي؟ لا الموضه دلوقتي الجسم الكيرفي. يلا هروح افضل اكل، والاكل طبعا بيتخن في كل حته، فانا جسمي مش كيرفي بقيت اتخن، بس هروح اعمل عمليه هغير من شكل جسمي. بعد ما غيرت من شكل جسمي ايه ده الجسم الرفيع طلع موضه تاني، لا سوري يلا بقى نعمل عمليه تاني. جماعه الجمال والمظهر الخارجي مش ترند، مش حاجه انا اشوف مثلا وانا شكلي احلى وانا ايه وانا ارفع ولا وانا اتخن واجري ورا الموضوع ده. لا ده مش ابدا لازم يكون الهدف من ان احنا نخس او نتخن. انا عارفه ان السوشيال ميديا دلوقتي مليانه لازم نكون شكل الساعه الرمليه، بغض النظر عن ممكن مثلا جسمي انا يكون جسم مش ساعه رمليه، فليه انا افضل عايزه اوصل للساعه الرمليه؟ عايزه ممكن ربنا ما يكونش خلاني ساعه رمليه. ممكن نفهم في ناس كتير قوي جسمهم تفاحه مثلا، اللي هو بيبقوا من فوق اتخن من تحت. في ناس جسمهم كمثرى. انا حاسه انا دخلت في الفاكهه بس قصدي انه بيتخانوا من تحت اكتر من فوق. فما ينفعش نفضل بقى نضغط على جسمنا ونخليه حاجه معينه ترندي دلوقتي. والله العظيم ممكن بكره يغيروا الترندات، فما تمشوش ورا الترند. امال نمشي ورا ايه الحاجه اللي تخلينا نتخن او نخس؟ حاجه واحده، صحتنا اللي ربنا اداها لنا كهبه وهديه لينا، وجسمنا ربنا هو اللي مديهولنا وامرنا ان احنا ناخد بالنا منه. ففكره ان انا كنت افضل وزني زايد وانا تعبانه مش بعرف اتحرك قوي، ظهري وجعني، وبحمل زياده على مفاصلي، حتى لو انا جيت معاكي واقتنعت ان انا شكلي كان احلى وانا تخينه مع اني مش مقتنعه. جماعه انا التخن كان مؤثر على صحتي جدا. عايزه اقول لكم ولا صحتي ولا بشرتي ولا هرموناتي كانت كويسه، كل حاجه كانت متلخبطه. بعد ما خسيت سبحان الله، بعد ما الواحد بيرجع للوزن الطبيعي اللي المفروض جسمه يكون عليه، كل حاجه فجاه بترجع مكانها والدنيا بتهدى. هيفضل يطلع لكم حبوب، هيفضل في شويه لخبطه، بس فرق غير طبيعي من لما كنت اتخن عن لما خسيت. تاني حاجه عشان كومنت ده اتكرر كتير قوي، انا نفسي اخس بس مش عايزه عشان الترهلات. انا بسمع الكلمه دي بتعصب والله. انا ههدى. هقول لكم على حاجه، لو لا سمح الله في حد عيان وقالوا له لازم تعمل العمليه دي ضروري، بس عشان تعمل العمليه دي هيحصل جرح بسيط وهيتخيط وكل حاجه وكله هيبقى تمام وكده، راح قال لا انا مش هعمل العمليه عشان شكل الغرز مش عاجبني،
حرفيا. هل ده كلام منطقي بالنسبه لكم؟ اكيد كلام مش منطقي. هو ده نفس الاحساس اللي بيجيني لما حد يقول لي انا عايزه اخس وانا وزني زياده قوي، بس مش عايزه اخس عشان ترهلات. ترهلات ايه؟ ترهلات ايه قصاد المشاكل اللي الجسم بيتعرض لها وهو عنده زياده في الوزن؟ السكر، احتماليه الاصابه لا سمح الله بمرض السكر بتزيد، لخبطه هرمونات خاصه عند البنات بتزيد، الحمل بيكون اسهل لما الجسم بيكون في الوزن الطبيعي، الحمل على المفاصل والركب والكوع بيبقى اقل، فعظمك بيكون احسن. زياده الوزن مرتبطه بحاجه اسمها الفاتي ليفر او الكبد الدهني، فبيأثر كمان على وظائف الكبد. لو فضلت اتكلم من هنا لبكره عن اضرار الزياده في الوزن مش هخلص. فحتى لو اقتنعت وقلت لك هيحصل نسبه قليله جدا من الترهلات، هتيجي ايه قصاد كل الفوائد الكويسه اللي انت هتاخديها لما تخسي؟ لما تعرفي تتحركي اسهل، تلعبي رياضه اسهل، تلاقي هدوم، صحتك تتحسن من جوه جسمك ومن بره. هتستغني عن كل ده عشان شويه ترهلات؟ انا عايزه اقول لك انا واحده خست 18 كيلو الحمد لله يا رب، مش حاسه ان انا عانيت من المشكله دي خالص. فلو انتوا بتسالوني عن تجربتي، لا الحمد لله ما عانيتش خالص من مشكله الترهلات. ممكن طبعا لو في اوزان زياده يحصل شويه ترهلات بسيطه، بس لو فضلنا اثناء نزول الوزن نلعب شويه رياضه. واهم عامل في موضوع الترهلات ده ان احنا نخس بالراحه، وهو ده الحلو في الخسسان عن طريق تنظيم الاكل والرياضه، ان احنا بنخسر الوزن بالراحه، فما بنديش فرصه اصلا للترهلات انها تتكون. وده صراحه بحسه من الاثار السلبيه للحقن او التكميم، انه بيحصل نزول في الوزن بسرعه، فده بيسهل شويه من انه يحصل ترهلات. بس مع النزول البطيء، والنزول البطيء على فكره مش حاجه وحشه، دي نعمه اصلا من ربنا، ان هو بيخلينا ننزل وزننا بالراحه عشان الجسم يفضل يتاقلم بالراحه على النقص في الوزن زي ما فضل يتاقلم على الزياده. وكمان ان احنا ننزل دهون ما ننزلش عضلات، عشان العضلات دي هي الحاجه اللي بتقوينا وبتوقفنا على رجلنا اصلا. فما تقلقيش لو خسيتي بالراحه وباكل صحي ولعبت شويه رياضه، واكد لك انك مش هتحسي بموضوع الترهلات ده خالص. فاي حد فيكم اشوفه بيقول انا عايزه اخس بس مش هخس عشان الترهلات، ما تعصبونيش. انا جوعت يا جماعه، انا اسفه، انا جوعت. عدى تقريبا على الفطار 6 ساعات تقريبا، في النص شربت اللاتيه اللي انا وريته لكم. ولو كنت جوعت تاني كنت هاكل موزه او هاكل كبشه لوز كده، بس ما يكونش محمص وما يكونش مملح، يكون لوز ني. عامه المكسرات مفيده قوي، وخاصه لينا احنا البنات عشان فيها دهون صحيه وبتبقى مفيده جدا في تكوين هرموناتنا. فدلوقتي هنعمل غدا لما اكله اشبع، كل ذره فيا تشبع. لو مش هشبع والله ما هعمل غدا، اصل انا هقعد اطبخ ومش هشبع، انسوني. فالنهارده هنعمل الغداء فراخ ورز وصوص. جبت الطاسه وحطيت زيت زيتون، ويا جماعه انا بطبخ بزيت زيتون عشان هو صحي ومش بيأثر في طعم الاكل خالص، عشان الناس اللي بتقول لو طبخنا بزيت زيتون طعم الاكل بيختلف، مش بيختلف خالص، صحي جدا. المهم ان انتوا ما تسيبوهوش يسخن قوي، بس كده تقدروا تطبخوا بيه عادي. وانا بحس ان انا بفضله عن السمنه والزبده واتعودت عليه. لو بداتوا تدخلوه في اكلكم هتتعودوا عليه عادي جدا وهيبقى المفضل بالنسبه لكم. اللي عملته ان انا تبلت قطع فراخ حجمها كبير كده، بحب يكون حجمها كده، ودلوقتي بشوحها في معلقه زيت زيتون. الريحه مش طبيعيه. وعملت رز بتقريبا نص معلقه زيت زيتون. انا مش بيفرق قوي معايا انه الرز يطلع فيه سمنه او فيه طعم زبده، مش بتفرق معايا خالص، يعني ممكن اكله مسلوق، انا تقريبا بعمله شبه المسلوق. فطالما في سعرات ينفع اوفرها في حاجه ما بتفرقش معايا في الطعم بوفرها بصراحه. زي ما بشجعكم انه لو في حاجه هتفرق معاكم تحطوها، برده بشجعكم لو في حاجه ما تفرقش معاكم، زي مثلا ان انا ازود سمنه او زبده على الرز مش هتفرق في الطعم، انا بحبه كده فبستغنى عنها وبوفر السعرات دي لحاجه انا بحبها اكتر. طيب دلوقتي هنعمل الصوص. انا بصراحه مش بحب اكل رز وفراخ بس كده في الدايت، عشان الاكله دي بتفكرني بالدايت المرعب بتاع زمان، كان بيتكتب في الورقه دي ربع فرخه وطبق سلطه. ده يشبع مين؟ ده يشبع انا لما افتكر الحاجات دي بتعصب، بس مش عايزه اتعصب دلوقتي. انا مش بحب الرز والفراخ بس، بحب اضيف عليهم حاجات. فهنعمل النهارده صوص شفته قبل كده على تيك توك، ومن ساعه ما جربت الوصفه وهي عجباني قوي. ثانيه عشان الفراخ بتتحرق، استنوا انا خايفه ما ناكلش فراخ النهارده يا جماعه والله. واو لا ما اتحرقتش، ما تقلقوش، الامور تحت السيطره. فالصوص ده هيكون عباره عن ذره. على الذره هحط فلفل اخضر هالبينو لو بتحبوا الحراق الاكله دي، وهحط، انا ما بعرفش اقطع الكزبره ولا البقدونس ولا الحاجات دي، بس بحاول والله. ماما بتمسكهم بتقطعهم رفيع قوي، بتغوظ منها بصراحه. تعرف ازاي تقطعهم؟ انا مش عارفه، بفضل اعمل كده اللي هو كده وخلاص، في الاخر ولا حاجه بتتقطع. فهحط كزبره مش متقطعه كويس. وهنا السحر بقى، هنعصر ليمون، وهحط دلوقتي افوكادو. الافوكادو بيزود قوي القيمه الغذائيه للطبق عشان فيه دهون صحيه. واو بصوا شكلها، بصوا شكلها. فاهم حاجه وانا بعمل الوجبه بفكر فيها هي ان انا اعمل طبق يكون صحي ويفيد جسمي، بشرتي، شعري كده،
فراخ ستاوت. هي دي الطريقه اللي المفروض نفكر فيها واحنا بنشوف هناكل ايه. ده شكله في الاخر. هل كده خلصنا؟ لا، نحط المصيبه الكبيره وهي اللايت مايونيز. المايونيز انا عارفه سعراته عاليه، فعشان بحبه بجيب لايت مايو. ده بيبقى سعراته اقل بكتير من المايونيز العادي وبدخله جوه الاكل. هل انا هاكل كل الكميه دي لوحدي؟ لا والله، انا ويحيى اللي هناكل مع بعض، فكميه المايونيز دي هتتوزع علينا احنا الاثنين، وكمان يحيى بياكل قدي مرتين. نقلب يا جماعه، وبجد انتوا مش متخيلين البتاعه دي طعمها عامل ازاي. عايزه ملح. ما هو حراق. طعمها واو. لو مش بتحبوا الحراق قللوا الهالبينو شويه. ودلوقتي هنعمل الطبق بتاعنا. بعمل ايه لما بتغدى؟ بحط طبقي فوق الميزان وببتدي احط رز. انا عارفه انا باكل قد ايه رز، باكل حوالي من 100 جرام ل 120 جرام. الكميه دي مناسبه ليا، وعشان كلتها كتير جدا فانا عارفه انها كل مره كانت بتشبعني. كده حطيت الرز. دلوقتي هحط الفراخ، برده بوزنها، مش عشان حاجه او مش عشان ما اكلش كتير، بالعكس عشان عايزه اكل كتير. الفراخ مصدر عالي جدا بالبروتين، وخاصه لو صدور فراخ. بحط تقريبا 150 جرام. فالمناسبه انا ليا مثلا رز 100 جرام، فراخ 150 جرام، بوزنهم. طبعا انتوا اكيد هتبقى الكميه مختلفه. طبق بقى شكله كده، وفوقيه هحط الصوص الاخضر الاصفر اللي حرفيا فيه مواد غذائيه كتير قوي، وكمان هيخلي طعم الاكل احلى واحلى. مستنيه الوجبه دي من الصبح. واو واو. هاتوا اي حد يقنعني دلوقتي انه طبق زي ده مش مغذي، مش بيشبع، مش عالي بالبروتين، مش طعمه حلو، مش ممكن تشتروه من بره ب 300 جنيه مثلا. عملته في البيت، ما اخدش مني وقت. عشان الناس اللي بتقول انه الاكل الصحي بياخد وقت واحنا ما عندناش وقت، ما اخدش مني وقت خالص، نص ساعه ماكسيموم. طعمه حلو عشان الناس اللي بتقول الاكل الصحي طعمه مش حلو عشان كده احنا مش بنحبه. ده طعمه حلو، سعره برده مناسب عشان هو معمول في البيت، مقارنه طبعا لو جبتوا وجبه من بره. فبجد ادوني سبب واحد ان احنا ما ناكلش الاكل ده كل يوم، نفضل نجدد كل يوم في وصفات جديده فيها مكونات غذائيه صحيه، ونخلي ده هو اسلوب حياتنا. هو ده اللي انا عايزه اوصله. بس كده. اتغديت الغداء الرائع ده اللي مهما اكله كل يوم مش هشبع منه صراحه. لا بصوا، هو انا عشان ما بحبش اكل برضو اكل كتير، فاخري بيكون مرتين في الاسبوع نفس الاكله. بس النهارده كانت طعمها حلوه بزياده، فحاسه انا ممكن اكلها بكره وبعده عادي. عايزاكم تجربوها بجد، جربوها واكتبوا لي يا جماعه بجد في الكومنتس عجبتكم فعلا، غيرت رايكم عن الاكل الصحي، عشان بجد عايزه كل ما اكتشف وصفه كده اشارككم بيها، يبقى عندكم لسته كده من الاكلات اللي تقدروا تعملوها كل يوم وتكون صحيه وسعراتها قليله وبتشبع وبتتعمل في وقت قليل. برضو من الحاجات اللي انا بحاول اعملها ان انا اعجب باي حاجه بشربها او باكلها خلال اليوم مهما كانت خفيفه او بسيطه. يعني ده كوبايه شاي عاديه جدا بس الله لونها حلو، واقعد ادوق واستطعم. بس كده اتمنى يكون الناس اللي انا رديت على الكومنتس بتاعتهم فهموا قصدي، فهموا انا عايزه اقول ايه، واتمنى يكونوا صدقوا، عشان لو صدقتوا انا هتبسط، لو ما صدقتوش دي حاجه ترجع لكم. تاني حاجه، انا الحمد لله كده شبعانه، وساعه او ساعتين كده وهدخل انام. بس هل يا ترى كده خلصت اكل؟ لا، اعتقد ان انا لسه هاكل ايس كريم. بحب احلي الصراحه بعد الغداء. النهارده انا جايبه ايس كريم وهموت واجربه. هي دي الطريقه اللي بقيس بيها، بحاول احط معظم السعرات اللي باكلها اكل مفيد، وسعرات قليله من الاكل اللي في اليوم تكون اكل نقدر نقول مش مفيد، مش هيفيدني في حاجه بس هيفيد نفسيتي وهيبسطني وبدلع نفسي بيه. فهو لسه اكل مفيد طالما هو اكل بيبسطني وبيريح نفسيتي وبيفرحني كده وبيخليني حاسه ان انا مقتنعه بالاكل اللي انا باكله خلال اليوم. فهو اكل مفيد بالنسبه لي. ما فيهوش عناصر غذائيه بس هيفضل اكل مفيد في عيني. بس كده كده انا يومي خلص. وهو ده مثال واحد بس ليوم معتدل صحي، تقريبا اكلت فيه 80% اكل صحي و20% بس اللي هو الايس كريم او كده اللي هو اكل مش صحي، بس ده الطبيعي. وبس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم. عايزه اقول لكم ان القناه دي هتكون عن كل حاجه تخص ازاي ناخد بالنا من نفسنا، ازاي ننظم وقتنا، ازاي نبقى نسخه افضل من نفسنا. فلو بتحبوا المواضيع دي اعملوا سبسكرايب واكتبوا لي في الكومنتس عايزين الفيديو اللي جاي بجد نتكلم عن ايه. وكمان هيبسطني قوي لو كتبتوا لي استفدتوا ايه من الفيديو ده، عشان بجد دي من اكتر الحاجات اللي بتخليني ابقى مبسوطه وابقى عايزه اصحى كل يوم. وبس كده، باي.